اليوم راح نصوركم فلوق انا وعيون اللي عندنا معنا بابا بالبيت، وراح نسوي لها اكله مفضله مالتها. عيوني كانت عيد ميلادها بارحه، صار عمرها السنه. هذا الديكور اللي سويته لمود عيد ميلاد ايان، وهذني كل الصور مال ايان من كان صغير، يعني قبل ما يصير عمرها السنه. انا حاولت اختار المفضلين مالتي، هذا ممكن شي يومين ولا ما انولد، وهذا كمان شي اسبوع. اهم شي السبايكي مالتها، كل شي هاد بحلقة. كان فترة طيل الموبايل وهيجي يظل ويا الموبايل. هذا من زينا شعر هالسفر، هون بعد الحمام. هذا يوم شلون كان صغير، وهذا الترند اللي سوينا. هذا شوفوا شي سوي ايان جد بورم الصدمات. الله أعلم كم مرة أسويها سميان أنا بالنهار، كم وقح بالشكل مو طبيعي. المهم هذا من سوينا نص هالف يير 6 شهور. هذا من اوتفيت مالتها اللي أحبه جدا. هواي هون جاي أكل خبز. أول مرة ماخذ الممية، عيان كان مستحيل يقبل الببرونة. جاي ياكل رقي. هون كان شوف الدموع مالته هذا شكل حلو يا عمري. هون أنا كل ما أصبح أسوي لها شعرها هيك اللي أنا مو تضحك. وهون شلون كان صغير يا عمري. هذا قبل أسبوعين. هون كنا رجعنا من هولندا وكان جدا تعبان. وهذا هيك شكل هالسنجابي الصغير. سويتهم كلهم ابيض واسود، بس لازم اشيلهم هسه لان حطيت من هذني وجدا اخاف يعني اكيد هذا راح يروح. عيان قومي عيان. هذا صورنا، لقينا صورة. اصعب شي نصور عيان يا الله. من كان صغير جدا سهل، بس حاليا هسه كلش صعب. وهذا عيان زوان بالنص. كنا افكر صعب من كان صغير، لا والله صعب هسه. شوفوا شلون ما راويكم شلون سويت الغرفة مالتي. والله لو واحد يدخل بالغرفة يقول صديق كذب. هذا لكم الفكرة وجربوها. ليش؟ لأن هيك حبيت بصراحة هذا الفكرة. تعرفون شقد تعبت لأن الذكية أنا الذكاء مالتي مرات ما أعرف شي يصير بيها. كان مفروض نحط الشرشف، لأن حطيت شرشف أبيض. أحط الشرشف بالقاع، ألزق كل الأسوار وبعدين أرفع يعني هيجي فوق. كان عندي صور جدا حلوات، وكل ما أشوفه صغير هيجي أريد أبكي. فرحان اللي كبران، بس بنفس الوقت أحس يعني شي هزين. ما اعرف شلون اشرح لكم. على علم على عيد ميلاد هشام ما سويت ولا شي، بس بعد شوية يرجع هشام بالبيت ونسوي الكيكة الاثنين مع بعض. ما لقيتي غير يوم. انت تأخرتي للآخر يوم كان المفروض يعطوني بالعملية، جيتي آخر يوم. يا عمري يموت المخدة. هذا مخدة هشام. كل ما يقوم صباح يحط راسه هيجي بسف هشام ويظل، وبعدين يظل ثواني وبعدين دق يضرب هشام. هذا التمرين مالت عيان كل صباح يضرب هشام وهو مسكين نايم، بس يشوفها نام يضرب ضربة قوية. هما ستبو عيوني رو عيان. يلا نهداكم كم مرة راح أصير عيان بالفيديو. اليوم عيد ميلاد هشام، بارحة كان عيد ميلاد عيان، لأن هو عيد ميلادهم واحد ورا الثاني. يعني عيان ب18 وهشام ب19. وبارحة سوينا بس جلسة تصوير العيان هون بالبيت. سويت ديكور وكل شي. وعلى هشام بصراحة ما didn't program أي شي، بس راح اسوي لها الشغله اللي كان يقول من زمان اريد اكل سبزي ايراني. غرمه سبزي راح اسوي لها. اشتريت زرشك، جبت هيجي كيك. ايان ليش بتضربه؟
والله. المهم هذا الساندويتش علي، و نوم البصرة مطحون، نوم البصرة حب، وجبت سبزي ناكل. المهم كان يوقع المكان اللي سويت على التصوير، اي وقت الصورة اشتريت هيك السبزي، هذا يجي جاهز. يا الله، اشتريت هذني جاهزة. اتوقع اليوم راح اسوي هذني لان ما عندي وقت جد هواي، يعني هشام يجي بعد شي ساعتين، وسبت جدا يراد لوقت طويل لما ينسلك. واشتريت هذني كمان جامدة، راح احطيهم بالبراد، ومن يصير عندي بالفريز ومن يصير عندي وقت اكتر راح اسويهم. جبت فاصوليا حمرا، جبت كمان اللحم لحالة كيف. اشتريت اللحم هسه، بصل، كركمة، باكريت، شوي فلفل اسود مطحون، راح اشوف وسافران على مود الرز يطلع ملون حلو، يعني مو ملون يعني هذيك الملوين، بس شكله حلو. راح احاول اطبخ قبل ما ايان، لان سجنته حاليا هسه راويكم وين خليته. هو ايان حاليا هسه مسجون، ما راح يطول 5 دقيقة لان متعلم شلون كمان يفتح الشغلة اللي اخليه يعني قاعد هيك. اقول لكم صراحة ضجت جدا هواي، لان كانت بالمحل واتصلني قال لي منسيو مع راجدة، قلت له انا زوجتها هشام كسر ايده قبل 5 ايام، ضربوا السيارة ووقع وكسر ايده. المهم قلنا الحمد لله بس كسر ما في شي، جبروها يعني لايد وكل شي صار زي احسن. واليوم اتصلني وقال لي خبرتك مشان العملية، وبصراحة انصدمت. يعني ما كان اقول يا عملية، قال لي زوجك مو كسر ايده لازم يسوي عملية لمود يحطوا لنا البلاتينيوم هذا البلاك بايده. بس يعني الاخبار اجاني عن جد مفاجأة، عن جد يعني انصدمت، وقفت لان من رحنا الموعد وسوينا راديوغرافي وكل شيء، بس ما قلنا شيء. وهسه الدكتور اللي لازم يشوفه يعني هذا يوم الجمعة شاف الراديو قال لي يعني هذا الكسر يحتاج عملية، بس نحنا ما عرفنا من قبل اسبوع، قبل يعني من رحنا المستشفى. وهلا عندنا موعد يوم الجمعة لمود نشوف دكتور مالت البون اورثوبيديست، وبعدين اليوم الاثنين يعني اليوم اسبوع لازم يسوي عملية. جدا 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 انصدمت، وما راح اقول لهشام اليوم، خليه يعني عيد ميلادها مسكين. دزيت رسالة هشام قلت له صار شي مو زين، وبعدين ندمت قلت لا حرام، يعني اليوم عيد ميلادها ما اعطي هذا الاخبار، بكره خليه بكره. مسكين والله. بس عن جد حتى انا من قال لي العمليه وقفت انصدمت. هو مسكين ايده مكسره وفوقها راح يسوي العمليه، يعني راح يطول جدا هو لحد ما يطب ايده. بس المهم الحمد لله ما صار يعني شي أسوأ وأكبر من هيك، الحمد لله على كل حال. شو نقول يعني، شو بدنا نقول. هسه مشغول بهذني طنجرة والستاند مالموبايل، كل شوية اشوف هذا كان هذني ما بعرف من وين جابهم. انا سويت حطيت بس اللحم وبصل وكركمة، بس الكركمة اتوقع حطيت شوي زايد من لازم يكون. وراح نقعت الرز على مود انتظر هسه اطبخ. انا السبزة وصلت هسه، حطيت مي راح اخليها سلق، بس الشكلها ما عجبني جدا. ان شاء الله يكون طيب، لان المرة اللي سويت من البداية انا كان اطيب بهواي، حتى اللون هيك كان جدا يعني مو هيجي اخضر هيك. بس راح اخليه يستوي بعد وممكن راح يتغير. اذا هسه راح اشيلها وشكلها صار جدا احسن.
يعني ممكن بالفيديو مبين بس كلش زين. هو ضغطه شوية يعني. نشوف ايش راح يقوله بالحش. دقيقة قاعد ما جاي يسوي شي. الألوان جدا يختلفون من الحقيقة. الله جدا طيب، من حتى ريحة تتقبل. سويت كمان سلطة شيرازي والرز احترقت. شنو رايك بالسبزة اللي اكلته؟ اول شيء شكرا إلك. تعبتي وسويتي سبزي وما توقعت انه يطلع هيك طيب، بس تفاجأت. شكرا إلك ولجهودك، وربي يوفقك. واليوم عيد ميلادي طبعا. اكيد. زين. وما حد جاب لي هدية. هذيك كان هدية مالتي. راحت السوق والقرآن 40 دقيقة بس اروح، واكثر رجال لان رحت السفارة وبعدين لا حبيبي، اذا هدية سبزي انا اول شيء اشكر جهودك واشكر روحتك وجيتك. انا تعرفين انه احبها، بس تقدرين ب 18 يورو تجيبيها من انا مكانها هالتعب وجيبي لي هدية. يعني جبتها بأرخص اصلا. المهم حبيتيها. والله شكرا، والله شكرا. شكرا. بكره عندي مفاجأة كمان لك. لا 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 لين اعرف مفاجآتك ما اريد شيء وما اريد كل شيء. والله العظيم المتابعين يعرفون شنو المفاجأة، شنو راح يصير اسوي لك بكره. لا والله يا صورت. لا 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 كل شيء لسه. والله غصب عنك. شنو سويتي هسه؟ هي حيرتني. لا لا والله جديات، يعني كل شيء ما اريد. تمام نرجع مسويها. كل عام وانت بخير حبيبي. شكرا وانت بألف خير. وإن شاء الله كل ما تكبر تصير آكل أكثر إن شاء الله. وكل ما نكبر عائلتنا تكبر وتصير متابعين، يعني مو نروح البعض. لا لا جاي أقول لهم أنتوا عائلتنا تكبر. أوكي متابعين أكيد مو أوكي فكرت بيبس. المهم أوكي حبيبي شنو رايك بالمفاجأة اللي سويت لك؟ قدر الله ما شاء فعل. يوم عمليتك 26/8 حبيبي. كل شيء يجي من الله الذي أكيد خير إنه طبعا. بس المشكلة إنه سارة راح تضوجني وراح لا أنا أعطيته. شوفوا حبايبي والله فكرت العمود. قلت له هشام إذا ما نسوين العملية راح نسوي للدكتور ايش قد راح تطول لحد ما يطبل إيدك. إذا يقول مثلا شهر ونص، قلت له احجز التيكت روحين يا مامك هو يدلع. روح للعراق يعني ان شاء الله. وتظلين شهر هونيك لحد ما تصير زين وترجعين. وان شاء الله انت انا وياك نروح للعراق ان شاء الله. ان شاء الله. بس يعني صار الحمد لله. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر والله العظيم. يعني كلش عندي طبيعي وعادي. صح انه راح اتقيد، صح انه تعرفون انه بلاتين لو يمكن ما اعرف لحد هسه ما عندي. لازم نروح اليوم جمعة. يوم جمعة عندنا موعد. أنا ما أضوج من هاي الأمور بصراحة. اللي كاتبه رب العالمين يصير. طبعا الحمد لله إن شاء الله خير. الله عوضنا يمكن بهواي شغلات أحلى من هذا أكيد. الحمد لله. شكرا للجميع اللي تابعوا الفيديو للأخير. شكرا وحب كبير. باي.